السلام عليكم. في أوائل القرن العشرين عاش العالم الشهير ألبرت أينشتاين في ألمانيا، وكان بيعاني من الحزن الشديد بعد ما النازيين طردوه من شغله ومن ألمانيا كلها بسبب أصوله اليهودية، واضطر يهاجر لأمريكا ويسيب كل حياته وراه. لكنه بدل ما يستسلم للحزن استغل وقته في أبحاثه، خرج للناس بنظريات زي النظرية النسبية اللي غيرت العالم. قصته دي بتثبت إن الحزن ممكن يكون دافع للنجاح لو عرفنا نتعامل معاه. في كتاب لا تحزن، عائد القرني الداعية السعودي بيشاركنا أفكار إسلامية وعملية عشان نتغلب على الحزن ونعيش حياة مليانة أمل وسعادة. يلا بينا نبدأ. الفكرة الأساسية: الحزن مش نهاية الطريق. عائد القرني بيقول إن الحزن جزء من الحياة، لكن المهم إزاي نتعامل معاه بدل ما نستسلم له. الحزن ممكن يكون فرصة علشان نرجع نعيش تاني لو اتكلمنا مع ربنا وفكرنا بالإيجابيات اللي في حياتنا واتحركنا. مثلا في الحرب العالمية التانية الناس في لندن عانت من القصف اللي استمر سنين، لكن كتير منهم اتكلوا على الأمل والصبر ونجحوا يبنوا المدينة من تاني بعد ما انتهت الحرب. المحاور الرئيسية للتعامل مع الحزن: أول حاجة الدعاء والتوكل على الله. عائد بيشدد إن الدعاء والاستغفار بيخففوا الحزن، ده لو بعض الأشخاص جربوا اليوجا وتصفية الدماغ من المؤثرات الخارجية بيحسوا بتحسن طفيف، فما بالك بقى لما تختلي بنفسك وتدعي ربنا وتستغفر. في سنة 2011 بعد كارثة تسونامي في اليابان، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأهلهم كانوا بيلتجئوا للصلاة والدعاء بطريقتهم طبعا، وده ساعدهم يلاقوا قوة داخلية علشان يواصلوا الحياة. مثلا الكاتب هاروكي موراكامي اللي عاش في اليابان كتب عن تجارب الناس دي في كتبه، وبيثبت فيها إن الناس اللي عندها إيمان بقدر الله الحزن عندهم بيكون أخف وأكثر تقبلا. تاني حاجة التفكير في الإيجابيات. القرني بيقول ركز على النعم اللي معاك بدل ما تحسب المشاكل. العالم نيل ديجراس تايسون بالرغم من انه واجه مصاعب كتير الا انه كان دايما من طفولته بيحكي عن شغفه بالفلك كمنبع للسعادة، وده ساعده يكون واحد من اشهر علماء العصر. التفكير في حاجات زي الصحة او الاهل او باقي النعم اللي عندك بيخليك تحس ان لسه في امل في الحياة. تالت حاجة العمل والانشغال. عائد بينصح نتحرك بدل ما نفضل قاعدين في الحزن. في الحرب الأهلية السورية كتير من الناس اللي هاجروا من بيوتهم زي الطبيبة المشهورة هدى الخطيب اللي بدأت تشتغل في معسكرات اللاجئين تعالج فيهم وتداوي الجرحى، وده خلاها تحس إنها بتساعد غيرها وتنسى ألمها. الانشغال في حاجة مفيدة بيخلي الحزن يروح مع الوقت. النقد. الاستسلام للحزن بيدمر حياتنا. عائد بينتقد إن كتير مننا بيستسلم للحزن ويسيبه يسيطر عليه، وده بيخليك تضيع فرصك في الحياة. زي ما اتكلمنا في كتاب زي فن اللامبالاة، لو ما واجهناش مشاعرنا هنبقى دايما عايشين في سجن داخلي. نصايح عملية علشان تتغلب على الحزن. عائد القرني بيديك خطوات بسيطة زي ادعي ربنا، خصص وقت كل يوم للدعاء والاستغفار، عد نعمك، اكتب 3 حاجات إيجابية في يومك زي الصحة أو أهلك، اتحرك، ابدأ شغل مفيد زي تعلم مهارة أو مساعدة حد محتاج مساعدة، كون علاقات، اتكلم مع أصحابك أو أهلك، الدعم بيخفف الحزن، افتكر الموت بيفكرك إن الحياة قصيرة فاستمتع بكل لحظة. الفكرة النهائية: الحزن مش نهاية الطريق، لكنه فرصة للتطور لو اتعاملت معاه بالدعاء، التفكير الإيجابي والعمل. الاستسلام للحزن بيخليك تضيع حياتك، لكن الصبر والأمل هيخلوك تعيش سعيد. قول لنا في الكومنتات لو انت حزين ايه أكتر حاجة بتهون عليك الحزن ده، وايه النصيحة اللي ممكن تنصح بيها غيرك يعملها في وقت الحزن. كان معاكم محمد إيراني، وطبعا لو عجبك الملخص ده ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك، وخليك معانا للآخر علشان ننصحك بكتب تانية زي الكتاب ده.